بطولة أفريقيا 2025 في المغرب أوحش بطولة في تاريخ أفريقيا، لأن المفروض إن بطولة أفريقيا بتجمع الناس. البطولة ديت فرقت الناس وخلت كله يشتم في التاني بسبب إعلام وجمهور المغرب. دلوقتي منتخب مصر بيلعب مع بنين، أنت بتشجع بنين مفيش مشاكل، لكن ما تستناش إن مدرب منتخب مصر أو أي واحد مصري عنده بيحب مصر إن هو هيسكت لك. هو ما شتمش جمهور المغرب وما قالش حاجة، راح قال لهم إحنا مصر. يجي الصحفي المغربي يقول له يعني ايه مصر؟ إيه؟ لا، هي مصر مش المغرب. تمام، المغرب ديت ما تجيش حاجه مع مصر خالص. فهو اتكلم قال له احنا معانا 7 بطولات افريقيا. فالجمهور المغربي استفزه حسام حسن، لانه حسام حسن شخص سريع الانفعال، وتعمد ان هو يظهر مظهره بمظهر وحش. ليه بقى ده كله؟ ده كانت خطه معموله عشان يطلعوا حسام حسن بني ادم وحش، ومن خلال الكلام ده يغلطوا في مصر ويغلطوا في المصريين والكلام ده كله. الناس منهم مطلعه ان هم بعد ما هانوا اسم مصر امبارح وصفروا على النشيد، ان الجمهور المصري قال ايه كان بيعمل كده معاهم لما كانوا بيلعبوا في مصر في 2006. الجمهور المصري الفيديو ده طلع مقصوص ومركبينه ومفبركينه عشان يطلعوا جمهور مصر بالصوره القذره ديت، وكأن الفيديو ده كان معمول عشان بعد الحركه ديت يوم طالع على طول. محدش فكر فيها قبلها ليه؟ تاني حاجة، المفروض ان انت الاعلام الرسمي بتاع الرياض المغربي يكون مع منتخب مصر او خليه على الحياد. لكن من ماتش بنين بيشجعوا بنين، ماتش كوتيفوار بيشجعوا كوتيفوار، المذيع في ماتش السنغال بيقول يا ريت السنغال تجيب جون كمان عشان تخلص الماتش. ده ناس بتحبنا، دي ناس بتحترمنا. لما انت تمسك تقلل من مصر والكلام ده كله، ولو مغربي سألته يقول لك عيسى حياته، والله انت لو سألته جنسية عيسى حياته ده هتلاقي ناس كتير جدا ما تعرفهاش، بس هو نفس النظام. عيسى حياته اللي من 2004 لحد 2026 المغرب ما صعدتش النهائي بسبب عيسى حياته. هم منتخب المغرب ده اقل من منتخب مصر مليون مره. لو هو منتخب جامد وعالمي يكسب البطولات. ما راحش كسب كاس العالم، ما راحش كسب افريقيا، لكن هم زيطه وخيله كدابه. تمام. انت دلوقتي المغرب هتسرق البطوله من السنغال، تاني بطوله ليك، مصر كسبتها 59. هتقول لي كانوا 3 فرق، المغرب ما شاركتش ليه ساعتها بقى؟ ما هو ده سؤال مهم عايزين بقى نعرف اجابته.